حد قال لك قبل كده ان الاغاني مش حرام؟ اه هي فعلا مش حرام. بس استنى بس قبل ما تحدفني بالطوب دلوقتي او تنزل تشتم في التعليقات، هي فعلا مش حرام. طالما ما سمعتهاش الموضوع سهل وبسيط اهو. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. لسه طبعا طالعين من رمضان، فكلنا بنعاني من مشاكل تظبيط النوم دي لاننا كنا مشقلبين النهار ليل والليل نهار، ولكن الموضوع بسيط ان شاء الله. كل اللي انت محتاج تعمله بس علشان ترجع تظبط نومك تاني هو انك تطبق يوم اكنك هتنام بعد الفجر. ولكن التركايه او الموضوع بقى اللي احنا نعمله ايه، ان احنا مش هننام. انا عارف ان ممكن يبقى الموضوع ده انت عملته اصلا وما نفعش معاك او ما جابش معاك نتيجه، ولكن ده فعلا اللي عملته، وده اللي ايه رجع موضوع النوم لوضعه الطبيعي عن تاني. طيب هتعمل ايه؟ المفروض انت هتنام بعد الفجر، ولكن انت مش هتنام فعليا وهتفضل سهران لحد مثلا بعد المغرب كده وبس. هتبتدي تلاقي نفسك بقى خلاص على بعد المغرب كده فصلت ومش قادر تعمل اي حاجه، وهو ده المطلوب، انك تنام. وبعد كده تصحى بدري بقى التاني يوم علشان تبتدي ترجع عمليه النوم تاني طبيعيه زي ما كانت الاول واحسن ان شاء الله. في حاجات جديده في الاوضه، طبعا نسيت الكرسي ما طلعتوش بره الفريم، انا اسف، اطلع بره يا كلب. في حاجات جديده جبتها في الاوضه وهي دي. انا مش عارف هي اسمها ايه، انا كنت المفروض ان هي خزانه او درج يعني ايا كان، بس هي شكلها حلو لذيذ وفارق معايا قوي في شكل الاوضه يعني. بعد الكلام الجميل والمقدمه اللذيذه الرايقه دي، ازاي اتعافيت من سماع الاغاني؟ ده سؤال انت بتساله لنفسك دلوقتي. لو انت بتسمع اغاني ازاي تبطل تسمع اغاني؟ والاهم هو ازاي تستبدل الاغاني بحاجه مفيده زي القران الكريم، طبعا ده لا غنى عنه، زي البودكاست، الحاجات اللي هي مهمه وممكن تساعدك في زياده الانتاجيه في حياتك. خليني احكي لكم قصتي انا الشخصيه مع الموضوع ده بالذات وازاي اتعافيت منه. زمان واحنا صغيرين كان معروف ان الشاب الروش طحن اللي بيلبس البنطلون المقطع والاسوره او الحظاظه على ايده ولابس سلسله على رقبته ومشغل طبعا موبايل او تليفون ومشغل اغاني وماشي في الشارع، ان ده الشاب الروش، الشاب الطحن اللي الناس بتبص عليه تقول ايه ده الواد الجامد ده، والبنات بتشاور عليه وتحبه. وللاسف هي دي الصوره اللي كانت متصدره لنا، ان ده الشكل اللي احنا المفروض نكون عليه. وللاسف دي حاجه غلط، ان احنا ورثنا الموضوع من الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها وما كانش في وقتها موديل او في حد يقول لنا الصح من الغلط. كان نادرا او قليل جدا اللي يقول لك ايه الصح وازاي تعمله، مش بس يقول لك الصح، وما كانوا بيقولوا لنا الصح بس ما كانش حد بيقول لنا ازاي نعمل الصح ده وازاي فعلا يعني نطلع ستيب باي ستيب، يعني واحده واحده. مش هو ده الصح اعمله، الغلط ابعد عنه، يعني واحده واحده بالراحه. طبعا بدايه الموضوع ده ان احنا للاسف بنبقى بعاد جدا عن ربنا، وده السبب الاول، ان احنا ما بنكونش عارفين فعلا لسه قيمه الصلاه كويس، ولا ازاي نأديها صح، ولا ازاي الخشوع بيجي. فده بيبقى عامل لنا مشكله وازمه، اننا ما بنبقاش عارفين هل احنا بنصلي اصلا ولا احنا مجرد اجسام بتتحرك مش اكتر. فمهم جدا انك لما تقرب من ربنا تبتدي تقرا وتعرف اكتر وتتعلم وتقعد مع صحبه صالحه. من هنا منظورك هيبتدي يتغير وتبتدي تدرك ان انت فعلا كنت في دوامه وكنت ماشي في سكه انت مش عارف اصلا اخرها ايه. كمان هتبتدي تغير شويه معتقدات كنت فاكرهم صح ولكن للاسف هم غلط، زي معتقدات ان الشاب الروش طحن اللي هو لابس بنطلون مقطع ولابس تيشيرت برضه مقطع وسلسله وعامل شعره سبايكي بقى وحاطط جل في شعره ملبط الدنيا كده وايه، وماشي في الشارع شايل تسجيل او مسجل على كتفه ومسجل صوت اللي هو زمان يعني اللي كان اسمه راديو، او ماشي في الشارع بقى والناس ماشيه وراه. فكانت دي كلها حاجات غلط احنا بنشوفها وبنعمل زيها وبنحاول نعمل زيها علشان هي المنتشره وهي اللي احنا شايفينها قدامنا. لما تبتدي تغير من نفسك وتبتدي فعلا تدرك ان اللي انت بتعمله ده غلط، او الموضوع الاستماع للاغاني مش شيء كويس حتى لصحتك ولا صحتك النفسيه، انت بتبتدي تخسر حاجات ولكن في المقابل بتكسب نفسك. فالموضوع مش سهل ومش صعب، لان اول ناس بتبعد عنهم هم للاسف صحابك. بعد ما كنتوا شله وكذا شله بتقعدوا مع بعض، فانت بتبتدي الموضوع بيقتصر بس على 2 أو 3 هم دول اللي بيكملوا معاك، وواحده واحده بتكبروا سوا. كمان بتبتدي تبعد عن الاماكن اللي كانت مضره ليك او الاماكن اللي كانت بتخليك تعمل الشيء ده. طبعا بغض النظر عن الاماكن دي هي اسمها ايه او شكلها ايه، ولكن انت فعلا بتبتدي تبعد عنها واحده واحده. علشان طبعا سهل اقول ان انا بطلت سجاير، ولكن طالما العلبه في جيبي يعني
اكيد ممكن في اي لحظه او في اي وقت طالما العلبه معايا انا ممكن اضعف وارجع لها تاني. عشان كده لما تبطل عاده او تبطل حاجه مش كويسه كنت بتعملها، المفروض انك تبعد عن المكان او عن الشخص اللي كان اصلا بيصدرها لك او كان دايما بيفكرك بيها او بيعملها معاك. بعد كل ده طبيعي ان الحياه هيكون فيها مكسب وخساره، ولكن الاهم انك تكسب نفسك وما تخسرهاش. المرحلة دي هي مرحلة التحسين، وهي انك مش بس هتبطل سماع اغاني، ولكن انت كمان هتستبدلها بالقرآن. بس انت هتسمع اغاني يعني ما تستغربش، ده طبيعي ان انت هتسمع اغاني لان انت بني ادم، وطبعا في بداية الموضوع هتلاقي نفسك بتضعف وبتبقى عاجز في وقت من الاوقات كده، وفي اغنية شداك وعجباك ولازم تسمعها، لازم تشوف التفاصيل بتاعت الاغنية والكلمات بتاعتها ومين الملحن ومين مش عارف ايه. طبيعي جدا في بداية الانفصال او الانعزال عن سماع الاغاني انك ترجع تاني. بس خلينا افهمك ازاي الموضوع ده هيتم. اليوم بتاعك هيبقى مقسوم نصين، نصه الصبح قرآن والنص التاني تسمع اغاني. انا عارف ان الموضوع هيكون غريب وفي ناس هتهاجم وتشتم دلوقتي وبتاع، ولكن انا بحكي لك التجربة اللي انا عملتها ونفعت معايا. فانت ممكن تنفع معاك التجربة نسبة كبيرة وممكن ما تنفعش معاك، فالمهم ان انت تبتدي تجرب فعلا وتشوف ايه اللي هيظبط معاك. وبعد فتره قصيره جدا ان شاء الله هتلاقي نفسك اتحسنت وبقيت اصلا مش عايز تسمع اغاني، وبمجرد ما تيجي حتى اي حاجه قدامك انت فعليا غيرت انتمائك او انطباع الاغاني دي في عقلك وفي تفكيرك، او غيرت انطباعك او التفكير اللي عقلك الباطل كان دايما يسبب لك ان الاغاني هتحسسك بحاجه او بمود معين كده هيريحك، وده فعلا للاسف واقع. واهم حاجه لما تبتدي تسمع قران انك تسمع لشيوخ انت بتحبهم، بتحب صوتهم او بتحب تسمع لهم دايما. مش لازم تسمع صوت فلان وتقول لا اصل صوته مش حلو، الموضوع متاح في مشايخ كتير جدا اصواتهم جميله ما شاء الله، فانت اسمع اللي يريحك وخلي دايما البلاي ليست بتاعت القارئ ده دايما معاك على تليفونك او على الجهاز بتاعك وانت شغال ودايما بتسمع قران. بس كده يا سيدي. وفي النهايه حابب اقول لكم ان دي كانت تجربتي الشخصيه، اتمنى تكونوا استفدتوا بيها، ولو انت جربت الطريقه الثانيه او الطريقه احسن ونفعت معاك ما تنساش تكتب لنا في التعليقات علشان كل الناس تستفيد، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.